بعد تولي الملك فؤاد عرش مصر بفترة بسيطة جدا، وبالتحديد في يوم 4 يوليو سنة 24، أصدر الملك المرسوم الملكي باعتماد الجنيه المصري الشهير بجنيه الفلاح. ومجرد أنه نزل للناس بدأوا يسألوا مين ده؟ مين الراجل اللي صورته على الجنيه؟ كانت صورة لفلاح مصري أسمر بلحية بيضة قصيرة، والتجاعيد غطت بقية وشه، ولابس فوق راسه عمامة، وفي عينيه نظرة رضا زي اللي في عيون معظم المصريين، وعلى كتفه عباية بسيطة. طبعا اتعددت الروايات والقصص والإشاعات. ايه بقى الحقيقة؟ الحقيقة ان ده عم إدريس، فلاح من الأقصر. لكن ايه اللي عمله عم إدريس ده علشان ينول الشرف العظيم ده؟ عم إدريس هو خادم الأمير فؤاد، واللي كان دايما بيسافر معاه في أي حتة لأكتر من 20 سنة. وفي يوم من الأيام كان الأمير فؤاد مسافر على سفينة في ميناء إيطاليا، وفجأة لقى عم إدريس بيجري عليه وهو لسه صاحي من النوم، ويقول له: يا سمو الأمير، يا سمو الأمير، شفت لك رؤيا يا سمو الأمير. الأمير فؤاد اهتم وأنصت لعم إدريس، فبدأ عم إدريس يحكي ويقول له: رأيتك قاعد على عرش مصر. وقتها ضحك الأمير فؤاد وقال له: يا عم إدريس، في كثير أحق مني بالعرش، وأنا أصلا معرفش أتكلم لغة عربية كويس. يا عم إدريس، هذه أحلام بعيدة المنال. ساعتها عم إدريس كرر الرؤية وهو عمال يقول: لا صدقني، انت هتجلس على عرش مصر، انا احلامي ما تخيبش، هتجلس على عرش مصر، هتجلس على عرش مصر. والامير فؤاد يقول له: اسكت، انت مجنون، وحلمك مجنون مثلك. وقال له بسخرية: عارف يا سي إدريس، لو توليت عرش مصر هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا سمو الامير؟ هنعم عليك بالبكوية، وهطبع صورتك على الجنيه. ومرت أيام السفر، ورست السفينة في ميناء الإسكندرية. وأول لما نزل الأمير فؤاد سمع بائع جرائد وهو بيصيح ويقول: اقرأ خبر الأمير كمال الدين يتنازل عن عرش مصر. اندهش الأمير فؤاد، والوهلة افتكر رؤية ملقى عم إدريس، لكن طبعا طرد الفكرة من دماغه وقال: حتى لو ده صحيح، في كتير أقرب لوراثة العرش مني، زي مثلا الأمير عبد المنعم ابن الخديوي عباس. لكن اللي ما كانش يعرفه الأمير فؤاد وقتها إن الإنجليز كانوا رافضين الأمير عبد المنعم واعترضوا على توليه العرش. باختصار، فضلت فكرة العرش خارج نطاق تفكيره تماما، لغاية لما فوجئ بعدها بأيام بدعوة لمقابلة المستر وينجت المندوب السامي، وهو طبعا ده يعتبر الحاكم الحقيقي لمصر في الوقت ده. وطبعا على الفور لبى فؤاد الدعوة، وأول لما قابل اللورد فاجئه بأنه تم اختياره ليكون ملك مصر بعد أن يموت السلطان حسين كامل، واللي كان في الوقت ده يعني مريض وعلى مشارف النهاية يعني. بس أمره إنه ما يقولش لحد نهائيا. ساعتها الأمير فؤاد طبعا ما كانش في دماغه حاجة غير حلم عم إدريس. رجع البيت وهو مذهول، وأول لما دخل البيت نده على عم إدريس: يا عم إدريس، تعالى يا إدريس بك، تعالى يا إدريس بك. وفضل يكررها. وطبعا الألقاب مش من حق حد انه يعطيها غير الملك صاحب الجلالة فقط. وقال له: تحقق حلمك وبقيت ملك مصر، ولذلك أنا هحقق وعدي ليك بأني أعطيتك البكوية وهطبع صورتك على الجنيه. ودي كانت المرة الأولى والأخيرة اللي تنطبع صورة فلاح على عملة مصرية. الجنيه ده
مش بس أكبر شاهد على إن الملك فؤاد رجل كلمة وبيوفي بالوعد، لا، ده الأهم بكتير من كده إن الجنيه ده هيفضل شاهد على عصر الملكية، وإنها ما كانتش بتستعبد الناس كما أشيع، وكانت بتحترم جدا طبقة الفلاحين والفقراء والخدم، لدرجة إن الملك نفسه يحط صورة خادم بسيطة على العملة الرسمية الأصلية للبلد وبمرسوم ملكي، وما فكرش حتى إنه يحط صورته هو. رحم الله الملك فؤاد الحاكم العظيم.